وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الجابية، وهناك كان اللقاء مع كل القادة، اللقاء مع كل الجيوش، اللقاء مع جيوش المسلمين أجمعين، ولكن كان هناك لقاء مميزا مع 4 من كبار الصحابة ومن كبار القادة: أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل، وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عمر، وبناء على ما كان من التفاوض بين أبي عبيدة وبين النصارى في بيت المقدس، صفرانيوس ومن معه، أن أرسلوا إلى خليفتكم، إلى أميركم الذي نجده عندنا في التوراة وفي الإنجيل، ولن نسلم بيت المقدس إلا له شخصيا. وقلنا إن ده ممكن يكون كذب، وإن ده ممكن يكون حقيقة، الله أعلم، ولكني أميل إلى أنه كذب، وأنها حيلة من صفرانيوس ومن معه حتى يضمنوا يعني أكبر سلام وأكبر مكسب ممكن ياخدوه من المسلمين، خاصة إن ما كانش حد في الزمان ده موجود إلا وبيسمع عن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة بيت المقدس عانت من كل الأجناس ومن كل ذوي المذاهب والمناهج والأديان كما يقولون، ولكنه هو دين واحد، هو دين الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب يتأهب لدخول بيت المقدس. سيدنا أبو عبيدة، والمسافة من الجابية إلى بيت المقدس البعض قال أن عمر قطعها في 5 أيام، والبعض قال في 7 أيام، والبعض قال في 10 أيام. أنا أميل إلى القول أن هذه المسافة قطعت في 7 أيام قطعها عمر بن الخطاب ومن معه من القادة، خاصة أنه كان بيمشي بطريقة فيها تؤدة وبطيئة، وكان بيقابل الجنود والجيش اللي موجود على في الطريق. سيدنا عمر بن الخطاب وقف أمام صفرانيوس، وصفرانيوس فوق الأسوار، ونظر فوجد عمر بن الخطاب سيدنا أبو عبيدة والقادة أجمعين. كان في موقفين مهمين جدا مع سيدنا عمر حقيقة في هذه المرحلة وفي هذه الرحلة، وفي دخول عمر إلى بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا إن شاء الله رب العالمين أجمعين، وأن نكون من جنود المسلمين الذين يدخلون بيت المقدس إن شاء الله منتصرين مكبرين مهللين. في يعني روايات كتيرة وحكايات كتير وقصص كتير بتتحكي في هذه المسألة، ويعني بعضها لا أساس له ولا أصل له، وأنا لا أذكر إلا ما كان له أصل في هذه
المرحلة أو في هذا الدخول إلى بيت المقدس. سيدنا عمر أو سيدنا أبو عبيدة وخالد والقادة كانوا في نقطتين خلاف مهمين جدا وكبار جدا بينهم وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النقطتين دول، النقطة الأولى إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا عاوزين سيدنا عمر يدخل إلى بيت المقدس ويصل إلى أسوار بيت المقدس بمهابة ملك الروم، يعني ملك يفزع ويزرع المهابة في قلوب صفرانيوس ومن معه. وكان يعني نقطة خلاف شديدة حسمها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بجملة صغيرة جدا بعد طول نقاش جه في حاجات. والله ما أنا إلا هكذا، خلقني الله هكذا وولاني الله هكذا وأموت هكذا ولا أتجمل ولا أتزين لأحد، أنا كده وهي دي طبيعتي. ده كلام سيدنا عمر، وأنا مش هغير طبيعتي ومش هغير أي حاجة أنا عليها. دي كانت نقطة الخلاف الأولى اللي كانت بين سيدنا عمر وبين الصحابة، ثم حسمها عمر زي ما قلنا بجملة بسيطة جدا: إنما تزرع المهابة في قلوب أعدائنا بالإيمان في قلوبنا. الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيعلمنا مبدأ ومنهج نصنع بيه العزة، نصنع بيه المجد الكبير جدا. المجد الكبير ده إن المهابة في قلوب أعدائنا بتزرع منين؟ بتزرع في قلوب أعدائنا، مهابتنا بتزرع في قلوب أعدائنا من الإيمان الراسخ في قلوبنا. ومن أعظم صور الإيمان الراسخ في قلوبنا نحن نبيع الدنيا، بعدنا عن الدنيا وعدم طلبنا لهذه الدنيا هو ده اللي بيزرع الإيمان في قلوبنا، ده اللي بيزرع الرعب والمهابة في قلوب أعدائنا، الإيمان اللي موجود في قلوبنا. وما سيدنا ربعي بن عامر عنا ببعيد. سيدنا عمر يحسم القضية، خلاص المهابة في قلوب أعدائنا من الإيمان في قلوبنا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا يقول جملة مهمة جدا لسيدنا للقادة جميعا وهم بيتشاوروا معاه وبيتكلموا معاه في قضية الموكب والكلام ده: أتريدون أن أتزين لكفار اتهموا الله عز وجل بأن له ولد؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ عاوزيني أتزين لكفار أعدائنا بنحاربهم بيقولوا إن ربنا بيخلف؟ انتوا بتتكلموا في إيه وبتتكلموا ازاي؟ دي العزة، من أعظم مواقف العزة التي يعني لا أنساها أبدا لسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لقى واحد ماشي وراه لازق فيه، فبيسأل أبو عبيد واحد من المسلمين: من هذا؟ ده مين ده؟ فقال سيدنا أبو عبيدة: هذا مترجم يا أمير المؤمنين، ده هيترجم الحوار اللي بينك وبين صفرانيوس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أهم الذين طلبونا أم نحن الذين طلبناهم؟ هم اللي طلبونا ولا احنا اللي طلبناهم؟ هم اللي طلبونا يا أمير المؤمنين، هم الذين يحتاجون إلى مترجم، هم الذين يريدون من يترجم كلامنا إليهم، أما نحن فلا حاجة إلى كلامهم عندنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيدنا عمر بيصنع مظهر من أعظم مظاهر العزة والكرامة. هم اللي عاوزيننا ولا احنا اللي عاوزينهم؟ هم اللي طالبيننا ولا احنا اللي طالبينهم؟ هم اللي منتصرين ولا احنا اللي منتصرين؟ هم اللي منهزمين ولا احنا اللي منهزمين؟ لا، ده هم اللي طالبيننا وهم اللي منهزمين وهم يبقى هم اللي محتاجين ان هم يترجموا كلامنا وهم يترجموا لنا كلامهم بقى، احنا مش محتاجين. فسيدنا خالد الخبيث، عفوا آسف أعتذر، الخبير الداهية من دواهي المسلمين، يهمس في أذن عمر، همس يعني يسمعه الناس: يا أمير المؤمنين، إنما يراقب ما يترجمون حتى
لا يلبسوا علينا. لا يا أمير المؤمنين، ده المترجم ده مش علشان يترجم الكلام بتاعنا، لا ده علشان يبقى متأكد ان المترجم بتاعهم بينقل الكلام صح وبيقول صح، ما بيلبسش علينا اي كلمة احنا ممكن ما نكونش فاهمينها. سيدنا عمر يقول: إن كان فمن الحكمة هذا، لو اللي انت بتقوله ده يا خالد يبقى ده من الحكمة، وقبلنا هذا المترجم. هذا الموكب اللي سيدنا عمر عاوز يدخل، او سيدنا القادة عاوزين يدخلوا بيه، وسيدنا ابو عبيدة بيرفضوا، سيدنا عمر بيرفضوا تماما. وقضية المترجم، لاحظوا كده يا جماعة، كل القادة بتوعنا اللي بيصنعوا زمان العزة في هذا الزمان ده ما معهمش مترجم، لا ده هم تعلموا لغة الأعداء ويتكلموا مع الأعداء بلغة الأعداء. ليه احنا نتكلم معاهم بالإنجليزي؟ ليه مش هم اللي يتكلموا معانا بالعربي؟ ليه مش هم اللي يتعلموا اللغة العربية؟ اشمعنى القادة بتوعنا اللي بيتعلموا يتعلموا اللغة الإنجليزية؟ عشان احنا اللي عاوزينهم، احنا اللي منهزمين، احنا اللي عندنا المهانة، وهم اللي عندهم العزة، عزة الكفر اللي موجودة في هذا الزمان. الموضوع الثاني اللي سيدنا عمر اختلف فيه مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع القادة، وهي لبس سيدنا عمر. خلاص مش هنعمل موكب، لكن يا أمير المؤمنين يعني الجمل، سيب الجمل اللي انت راكبه ده، وجابوا له حاجة كده زي البغل يركبه، ومرضاش سيدنا عمر، وحصل تفاصيل يعني نتغاضى عنها. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يصر على إن هو يدخل وهو راكب الجمل بتاعه الأورق. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو داخل النعل بتاعه وجع رجله، فخلع النعل وحطه تحت باطه، وحطت رجليه الاتنين فوق بعض على رقبة الجمل، وداخل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو راكب الجمل إلى بيت المقدس. سيدنا عمر داخل بيت المقدس، وكان يعني بعد صلاة العشاء في قول، وفي قول قبل صلاة الظهر، وأنا أرتاح إلى القول اللي قبل صلاة الظهر. والمسلمون جميعا يكبرون تكبيرات الفتح: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر هذا التكبير، تكبير النصر اللي هنكبره إن شاء الله وإحنا داخلين بيت المقدس. 30,000 أو 36,000 بيكبروا، بس المرة دي بيكبروا تكبير الفتح، مش تكبير الرعب، مش تكبير الرعب اللي بيبث الرعب في قلوب الأعداء، لا ده تكبير الفتح، فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس، ودخول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت المقدس فاتحا. الله عز وجل يريد أن يعز هذا المكان، يريد أن يجعل بيت المقدس عزيزا حتى في الإسلام. أسري إلى نبينا به، والذي يفتحه ويدخل فيه ليس أبو عبيدة وليس خالد وليس عمرو وليس إنما هو عمر بن الخطاب. يفتح بيت المقدس ويدخل المسلمون بيت المقدس دون أن يريقوا قطرة دم. يدخل المسلمون بيت المقدس وهم يكبرون تكبيرات الفرح وتكبيرات النصر. ومن الأماكن العظيمة المعدودة التي فتحت دون إراقة قطرة دم مكانين: مكة على يد رسول الله، وبيت المقدس على يد عمر بن الخطاب. كأنما التلازم والترافق بين مكة وبيت المقدس واحد في كل الأشياء. سفرانيوس يقابل سيدنا عمر بن الخطاب في داخل بيت المقدس، واحنا تحديدا مش متأكدين يقينا سيدنا عمر دخل من أنهي باب، لكن غالبا كان يعني في العصور القديمة بيسمى باب الجابية. أنا معرفش دلوقتي بيسموه باب إيه اللي دخل منه سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب ياخده سفرانيوس ويلففه في بيت المقدس، ويوريه كنيسة قسطنطين، ويوريه كنيسة القيامة في بيت لحم،
ويوريه الكنائس اللي موجودة في داخل أسوار بيت المقدس، ويسأل سيدنا عمر عن الصخرة. الصخرة كانت قبلة اليهود، وكانت هي مسرى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشاور له سفرانيوس على مكانها، ويلاقيه مكان كوم زبالة. النصارى في بيت المقدس لما بقى ليهم السلطة وبقى ليهم الحكم في بيت المقدس، جعلوا الصخرة التي كانت قبلة لليهود ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها كومة زبالة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة معه يروح يشيل الزبالة من على الصخرة وينظفها، ويصلي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفتح أمام الصخرة اللي هو دلوقتي مسجد عمر أو مصلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويصلي سيدنا عمر بصورتين ليهم دلالة ضخمة جدا. يصلي في الركعة الأولى بصورة صاد، سورة صاد اللي بتتكلم على سيدنا داود وسيدنا سليمان. ويصلي في الركعة الثانية بسورة الإسراء، سورة الإسراء اللي فيها علاقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ببيت المقدس. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يدخل إلى كنيسة قسطنطين ويرفض أن يصلي في الكنيسة، وسفرانيوس يغضب ويبان الغضب عليه أو الزعل والحزن. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يوصل لكنيسة بيت لحم مولد المسيح ومهد المسيح عليه الصلاة والسلام، يصلي سيدنا عمر على باب الكنيسة ويقول لسفرانيوس: أخشى إن صليت في داخلها أن يأخذها المسلمون من بعدكم ويقولوا فيها صلى عمر. الصلاة في الكنيسة نعم يجوز أن نصلي في الكنيسة، في كل أرض الله جعلت لنا مسجدا، الأرض كلها مسجدا وترابها طهور. سيدنا عمر بن الخطاب علشان يبين احترامه ويعني قيمة هذا الأمر عند المسلمين، يحترم الآخرين حتى وإن كانوا على كفر، حتى وإن كانوا على شرك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل سفرانيوس: ليه أصريت إن أنا أبقى موجود وأنا اللي أستلم بيت المقدس؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل ما يسأله السؤال ده كان من أهم بنود المعاهدة أو الصلح أو الأمان. هو مش صلح، ده ما هو الصلح إطلاقا، ده فتح واستسلام. من ضمن بنود معاهدة الأمان، واسمها معاهدة الأمان مش معاهدة الصلح. كتير من العلمانيين وللأسف كتير من المسلمين اللي مش فاهمين حاجات كتيرة يقول لك معاهدة الصلح اللي وقعها سيدنا عمر مع سفرانيوس قسيس أو أسقف بيت المقدس ما اسمهاش معاهدة صلح، اسمها معاهدة الأمان أو وثيقة الأمان اللي اداها سيدنا عمر لأهل بيت المقدس، إن هم آمنين يعبدوا على دينهم، لكم دينكم ولي دين، وإن هم يخرجوا الروم من أرض بيت المقدس خلال 3 أيام، وإن هم يخلوا بيت المقدس في هذا اليوم للمسلمين يدخلوا، وإن هم أمناء أو لهم الأمان على كنائسهم ولا يأووا إليها لص ولا. بنود المعاهدة موجودة كتير. بيت المقدس يخلى للمسلمين في هذا اليوم حتى يصلوا في هذه الأرض المباركة المقدسة، والمسلمين داخلين يكبروا وهم داخلين من الأبواب. ويأمر سيدنا عمر سفرانيوس إن هو يفتح كل أبواب بيت المقدس ويدخل المسلمين من كل جانب ومن كل اتجاه إلى بيت المقدس ويصلوا. وكان وقت صلاة الظهر قد اقترب. سيدنا عمر قبل ما بيصلي الظهر بيسأل سفرانيوس: ليه أصريت إن أنا أبقى موجود؟ فقال: نجد هذا في كتبنا. فسيدنا عمر بيقول له: أتجد صفتي واسمي وهذا الحدث في كتبكم؟ قال: نعم. قال: أو تقسم؟ قال: أقسم. فقال عمر ويسمع المسلمين: اختر واحدة من الاثنين يا سفرانيوس، إما أنك كاذب وإما أنك كافر. ما فيهاش 2،
ما فيهاش ثلاثة، يا أنت كاذب يا أنت كافر. وكيف ذلك يا أمير، يا أيها الأمير ولا يا أمير المؤمنين؟ كيف ذلك؟ قال: أتجد صفتي واسمي وهيئتي وهذا الحدث في كتبكم ولا تجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوته في كتبكم؟ انت بتتكلم ازاي؟ ده يبقى الكتب دي اي كلام، يبقى الكتب دي انت بتخرف، يا اما انت كذاب بتخرف يعني وانا مش موجود في الكتاب بتاعكم، يا اما انت كافر. لان لو انا موجود لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى موجود، ولو رسول الله موجود في كتبكم يبقى انت كافر ما دمت ما امنتش بيه. فيسكت ويظهر الخزي والعار على صفرانيوس في هذا اليوم. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قبل اذان الظهر ياتي اليه صحابي جليل اسمه العباس بن عبد المطلب، خلينا نقول كده ما نقولش عم النبي. يقول سيدنا العباس ويهمس في أذن عمر: يا أمير المؤمنين، قد جاء وقت الصلاة، فهلا أمرت بلال أن يؤذن للمسلمين؟ فأخذ عمر، سيدنا عمر يتاخد أخذ شديد جدا. كيف ذلك؟ ما تقول يا عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، جاءني الناس أرتالا، كل الناس جايين بيتوافدوا علي يوسطوني أو يشفعوني في أن أكلمك، فإنهم يخشون أن يكلموك، هم خايفين يكلموك، عاوزينك تأمر بلال إن هو اللي يؤذن للمسلمين في بيت المقدس، وده أول أذان للمسلمين في بيت المقدس. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله أعرض عليه. فيقول العباس: يا أمير المؤمنين، كلمة أول أذان دي مش أنا اللي بقولها، ده سيدنا العباس، يا أمير المؤمنين لا تعرض عليه، ولكن مره يطيعك، فإن هذا أول أذان للمسلمين في بيت المقدس. ده أول أذان للمسلمين في بيت المقدس. يبقى خلينا ناخدها كده، أول من أذن في بيت المقدس كان مين؟ كان سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. أول من أذن في الكعبة في مكة كان مين؟ كان بلال بن رباح. قلت لكم التوافق الشديد بين بيت المقدس وبين الكعبة. أول أذان في مكة كان سيدنا بلال بن رباح لما صعد يوم الفتح على ظهر الكعبة وأذن. برضه أول أذان في بيت المقدس سيدنا العباس، والمسلمين عاوزينه يبقى بصوت سيدنا بلال بن رباح. سيدنا بلال قاعد قدام سيدنا عمر وموجود قدام سيدنا عمر، فشايف مش سامع كلام مع سيدنا العباس، سيدنا عمر وسيدنا العباس، سيدنا بلال مش سامع الكلام لكن شايف تعبيرات وش سيدنا عمر وهو ينظر إليه. فيقول عمر: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله. فيقول بلال: لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أمير المؤمنين. فيقول سيدنا عمر: طلب الناس إلى العباس وأمرني العباس. الله أكبر، خلوا بالكم من الألفاظ. طلب الناس من العباس وأمرني العباس أن أرجوك أن تؤذن للمسلمين في هذا اليوم هذه الصلاة، فإنه أول أذان للمسلمين في بيت المقدس. ده أدب سيدنا عمر ولا تواضع سيدنا عمر ولا إجلال وتقدير سيدنا عمر للعباس وإجلال وتقدير سيدنا عمر لبلال وتواضع شديد جدا من سيدنا عمر بن الخطاب. طلب الناس من العباس وأمرني العباس
أن أرجوك. سيدنا العباس قاعد بيقول له أمره هيطيعك، أن أرجوك. فيقول سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه: الأمر ما ترى يا أمير المؤمنين. ويصعد سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه على مرتفع من الأرض، وفي رواية على ظهر مبنى من المباني، ويؤذن للمسلمين. فما أن سمع المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من بلال بن رباح إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما كان أحد من المسلمين موجودا إلا وبكى، بكى بكاء شديدا تذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكروا أول أذان لبلال في المدينة المنورة، وافتكروا أول أذان لبلال في مكة، وافتكروا أول أذان لبلال مع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن في المدينة ورسول الله بينهم، وكان بلال يؤذن في مكة ورسول الله بينهم، وها هو بلال يؤذن في بيت المقدس ورسول الله بينهم بذكراه بسنته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن انتهى بلال من الأذان وبلال يبكي بكاء شديدا، يقول لسيدنا العباس: رحمك الله يا عباس، والله أوشك كبدي أن ينفلق، أوشك كبدي أن ينفلق من كثرة البكاء، ولكنه والله ما كان للفتح أن يتم إلا بأذان بلال بن رباح. بلال بن رباح يؤذن في بيت المقدس ويذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب في بيت المقدس 10 أيام، ثم يخرج إلى الجابية، ومن الجابية إلى المدينة المنورة مرة أخرى. سيدنا عمر قبل ما يخرج من بيت المقدس قسم فلسطين لقسمين: قسم شمالي وعاصمته الرملة، وقسم جنوبي إلياء وعاصمته بيت المقدس، وجعل على القسم الشمالي علقمة ابن حكيم أميرا على الرملة، وجعل على القسم الجنوبي على بيت المقدس على إلياء وعلى القدس علقمة بن مجزز أميرا للمسلمين على بيت المقدس. أول أمير للمسلمين على بيت المقدس كان علقمة بن مجزز رضي الله عنه وأرضاه. يا ترى مين هيبقى أول أمير للمسلمين على بيت المقدس بعد الفتح الجديد إن شاء الله؟ يا رب، يا رب يكون واحد مننا، يكون واحد من أبنائنا، واحد من أبناء أبنائنا، أكيد هيكون واحد من الصالحين اللي ربنا عز وجل يختاره يكون أمير على بيت المقدس. سيدنا علقمة بن مجزز أول أمير على بيت المقدس، محدش يسمع عنه، محدش يعرف عنه حاجة، مش كده؟ مين علقمة بن مجزز؟ واشمعنى سيدنا عمر اختار علقمة بن مجزز أميرا على بيت المقدس؟ مش سيدنا عمر اللي اختاره يا جماعة، مش سيدنا عمر اللي اختاره، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اختاره. ازاي؟ الصحابة بيسألوا عمر بن الخطاب اشمعنى علقمة بن مجزز؟ خلينا الأول نعرف مين علقمة بن مجزز. علقمة بن مجزز أبوه مجزز المدلجي صحابي، وهو علقمة صحابي، وأخوه الوقاص بن مجزز صحابي. الأب وولاده الاثنين صحابة، ودي نادرا ما بتكون إن يحصل الأب ومعاه ابنين أو 3 أو 4 صحابة، الأب والابنين صحابة. وقاص بن المجزز أو الوقاص بن مجزز صحابي من أصحاب النبي ومن الشهداء في زمن النبي، قتل شهيدا في غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد مدينة أو مكان ما بين المدينة المنورة وخيبر، يعني إلى الشمال من المدينة المنورة، واستشهد
في زمان رسول الله وفي غزوات رسول الله. وأنا أقول أن الصحابي أو الشهيد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير أي شهيد تاني. الوقاص بن مجزز أخو سيدنا علقمة ابن مجزز شهيد من شهداء المسلمين، استشهد بين يدي رسول الله ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الوقاص بن مجزز أخو سيدنا علقمة ابن مجزز. أبوه مجزز المدلجي يسمى مجزز المدلجي القائف، وسمي مجززا لأنه كان فارسا من فرسان المشركين، وكان إذا قتل أي واحد من الأعداء في أي حاجة وهو في الجاهلية كان بيجز القصة بتاعته، يعني قبل ما يقتله أو بعد ما يقتله يقص القصة بتاعته أو يقص مقدمة الشعر بتاعته، فسمي مجززا. لما أسلم سيدنا مجزز، وكلمة الجز يعني إن هو يقص الشعر ده، لما أسلم سيدنا مجزز نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجز ناصية القتيل، ولكن يجز ناصية الأسير. قبل ما تقتله اعمل فيه اللي انت عاوزه، جز قص الشعر بتاعه ما دام عندك أسير، لكن بعد ما تقتله تعمل أي حاجة ده اسمه مثلة، اسمه تمثيل، واسمه تعذيب، واسمه وسمي مجززا لكثرة من كان يعني يجز شعرهم في الجاهلية، وبقي الاسم لم يغيره في الإسلام، لأنه أيضا كان من الفرسان المشهورين ومات في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجزز الأب مجزز المدلجي. وسمي القائف لأنه كان بيعرف في القيافة اللي هو أنه هو يعرف الأثر ويتتبع الأثر ويعرف النسب، وكان هو مجزز القائف هذا الذي وردت سيرته في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها النبي وهو سعيد جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سعيد، فالنبي السيدة عائشة بتسأله يا رسول الله يعني أنت سعيد كده ليه؟ فقال مر مجزز القائف وزيد بن حارثة وأسامة هما الاثنين نايمين ومتغطيين ببردة ومغطيين راسهم لكن مبينة رجليهم. سيدنا زيد بن حارثة كان أبيض وسيدنا أسامة كان أسمر شديد السمار، رجلين اتنين بيض واتنين سود، ومجزز القائف معدي ومش عارف مين اللي نايم، فبينظر ويتبسم ويقول لرسول الله والله يا رسول الله إن هذين القدمين بعضهما من بعض، إنه أب وابنه، رغم ان واحد ابيض وواحد اسود لكن ده اب وابنه. فسعد النبي سعادة كبيرة جدا، لان كان بعض المنافقين بيتكلم في ان ويتهم ان سيدنا أسامة مش ابن زيد بن حارثة، وكان بيتهم ام ايمن بركة الحبشية. فسيدنا رسول الله لما القائف قال ان الرجلين دول بعضهم من بعض ولاد بعض فرح جدا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده مجزز المدلجي القائف أبو سيدنا علقمة ابن مجزز اللي هو أول أمير للمسلمين في بيت المقدس. ده أنا بتكلم فيه ده عشان العيلة بتاعه. مين سيدنا مجزز؟ مين سيدنا علقمة ابن مجزز؟ سيدنا علقمة ابن مجزز من قادة النبي. أسلم إمتى ما نعرفش، لم يرد إسلامه، لكنه أسلم قبل فتح مكة قبل السنة السادسة من الهجرة، لأن غزوة ذي قرد كانت في السنة السادسة من الهجرة، والوقاص بن مجزز قتل شهيدا في السنة السادسة. وبعد وجاء النص أن علقمة بن مجزز وكان من الفرسان الأشداء الذين لا يهابون أحد إطلاقا، ما بيخافش من أي حاجة إطلاقا في الدنيا. قال لرسول الله بعد مقتل الوقاص يا رسول الله ائذن لي أن أتتبع هؤلاء الذين قتلوا أخي لعلي أصيب ثأري. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية صغيرة من 6 أشخاص يطارد هؤلاء الأعداء، لعل علقمة بن وقاص يستطيع أن
ينال من ثأره، لكنه لم يدرك هؤلاء الأعداء، وعاد سيدنا علقمة ابن مجزز. ودي كانت أول ظهور لسيدنا علقمة ابن مجزز. ثم في السنة 9 من الهجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على 300 رجل، 300 واحد من الصحابة، إلى جدة، إلى مدينة جدة اللي في السعودية الموجودة الآن. كان الحبشة قد خرجوا بمراكب لهم وبسفن يعتدون على المسلمين في هذا الساحل، فجاءت الأخبار إلى رسول الله. الحبشة منذ عهد أبرهة ما قربوش ناحية الجزيرة العربية ولا ناحية مكة ولا ناحية الحجاز، لكن بعد الفتوحات الإسلامية وبعد فتح مكة تحديدا جاءت سرية أو جاء الحبشة يغزون أو يهاجمون التجار ومراكب الصيد اللي موجودة في جدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث من المدينة المنورة علقمة بن مجزز أميرا على سرية من 300 صحابي، ويقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق يا علقمة إلى جدة، إلى ساحل البحر، وانظر ما فعل الحبشة وافعل بهم الأفاعيل. اعمل فيهم اللي انت عاوزه علشان ما يتجرؤوش ويعملوا العملية دي مرة تانية. وينطلق سيدنا علقمة بن مجزز رضي الله عنه وأرضاه إلى جدة، ويجد الحبشة بيهربوا. سيدنا علقمة، ودي كانت أول مرة حد من المسلمين يركب مراكب علشان يغزو ويقاتل. سيدنا علقمة بن مجزز استأجر المراكب من الصيادين، واستأجر صيادين وكانوا مسلمين طبعا في الوقت ده، وانطلق وراء الحبشة، أهل الحبشة، حتى فروا من أمامه. هم معاهم مراكب عسكرية، والحبشة كانوا أهل ساحل وأهل بحر طبعا، وسيدنا علقمة ما عندوش أي تجهيزات. لكن ده يبين لينا شجاعة سيدنا علقمة وقوة قلب سيدنا علقمة ابن مجزز. وبقول إن دي أول سرية وأول غزو للمسلمين في البحر، رغم إن هم ما مشيوش كتير ووصلوا إلى جزيرة أمام جدة. ورجع تاني سيدنا علقمة ابن مجزز وعاد إلى المدينة المنورة. وكان من الجنود اللي موجودين مع سيدنا علقمة بن مجزز في هذه المعركة كان عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن حذافة السهمي. وهم راجعين سيدنا علقمة بن مجزز قسم الجيش نصين، نص يتعجل ويمشي بسرعة، ونص هيمشي بالراحة ورا الجزء الثاني لحد من الأعداء يكون وراهم. وأمر سيدنا علقمة بن مجزز عبد الله بن حذافة السهمي أميرا على هذه السرية اللي راجعة. وكان فيها قصة طريفة من سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، يعني ممكن نبقى نحكيها بعد كده لما نوصل إلى معركة قيصرية. سيدنا علقمة بن مجزز في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى غزوة تبوك وكان الروم فروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا خالد بن الوليد، أرسل سيدنا خالد بن الوليد إلى دومة الجندل علشان يجيب أكيدر بتاع دومة الجندل، وأرسل سيدنا علقمة بن مجزز أميرا على 3000 رجل يطارد الروم إلى فلسطين، يطارد الروم إلى فلسطين. ودي كانت أول غزوة أو أول جيش من المسلمين يوصل إلى إلياء أو يقصد إلياء مباشرة. كان 3000 واحد على رأسهم سيدنا علقمة ابن مجزز رضي الله عنه وأرضاه. طاردهم شوية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لعلقمة: لا توغل أكثر من 3 ليالي، 3 ليالي مشي يعني تقريبا حوالي 100 كيلو أو 120 كيلو، وترجع تاني إذا ما لقتهمش. وفعلا ينطلق سيدنا علقمة بن مجزز لغاية ما يشوف أسوار بيت المقدس ويرجع تاني، لأنه ما شافش، ما أدركش الروم وكانوا وصلوا إلى أماكنهم. فكان سيدنا علقمة بن مجزز أول واحد يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية
تصل إلى أسوار بيت المقدس. كان سيدنا علقمة بن مجزز أول قائد من قادة النبي يشوف أسوار بيت المقدس. سيدنا علقمة ابن مجزز رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا غريقا سنة 20 من الهجرة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب. برضو سمع أن الحبشة وصلوا إلى ساحل البحر في منطقة برضو جدة، وأرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علقمة بن مجزز واستدعاه وخلاه ترك إمارة فلسطين وأرسله ليخوض البحر ويركب البحر ويعمل مراكب ويذهب ليطارد الحبشة. وكان ده تاني مرة يبقى فيه محاولة لصناعة أسطول بحري للمسلمين، وتاني غزوة أو تاني مرة المسلمين يركبوا البحر في سفن ويغزوا في البحر. كان سنة 20 في زمن سيدنا علقمة في سيدنا عمر، وكان القائد سيدنا علقمة ابن مجزز. ولكن للأسف الشديد المراكب كلها بتغرق بسيدنا علقمة وبالجيش اللي كان معاه، ويموت سيدنا علقمة شهيد. وكان أول قائد غريق للمسلمين، أول قائد يموت غرقا للمسلمين كان سيدنا علقمة ابن مجزز رضي الله عنه وأرضاه. دي أوليات كلها لسيدنا علقمة، هذا الرجل العظيم القائد وأول قائد لبيت المقدس. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختاره أمير لبيت المقدس. لما بيسألوه سيدنا أبو عبيدة لما ابن مجزز؟ ليه علقمة ابن مجزز؟ سيدنا علقمة ابن مجزز بالمناسبة أيضا أرسله سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لما أرسل الجيوش وأرسل عمرو بن العاص إلى فلسطين أرسل معاه سيدنا علقمة بن مجزز، وقال لسيدنا عمرو بن العاص إنما هو برأسك، ده زيك بالظبط، اوعى تفتكر ان انت اكبر منه ولا ان انت القائد بتاعه، ده زيك بالظبط. وسيدنا عمر بن الخطاب أبقاه أيضا أميرا على الجيوش، وكان أول أمير على بيت المقدس. لما بيسأله سيدنا أبو عبيدة فيقول له يا أبا عبيدة ألا تذكر يوم تبوك لما أرسل النبي خالد إلى دومة الجندل، وأرسل النبي علقمة بن مجزز إلى فلسطين، والله لو أمره النبي لفتحها ولا أمره النبي عليها. شوف العقل بتاع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علقمة ابن مجزز النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمير على جيش إلى فلسطين، يبقى سيدنا عمر ما يقدرش يختار حد غيره يبقى أمير على فلسطين، مش علشان حاجة، لا، ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علقمة بن مجزز في سرية إلى فلسطين. وكان علقمة بن مجزز أول أمير للمسلمين في بيت المقدس. ويا ريت أهل بيت المقدس يعرفوا الراجل ده ويعرفوا قيمته، يعرفوا هذا الصحابي. سيدنا علقمة بن مجزز بالمناسبة هو اللي فتح غزة. الفيقار قائد من قادة الروم العظام اعتصم في غزة، ويعني كان يريد أن يكون جيش ينطلق به إلى بيت المقدس ويسترد بيت المقدس مرة أخرى. سيدنا علقمة بن مجزز رضي الله عنه وأرضاه انطلق من بيت المقدس وحاصر الفيقار في غزة، وفتح سيدنا علقمة غزة، وخرج الفيقار، وسيدنا علقمة سمح له أنه هو يخرج عن طريق البحر، وفتح سيدنا علقمة ابن مجزز رضي الله عنه وأرضاه غزة. هذه الأماكن وهذه القلوب التي تسكن هناك، هذه السيرة وهؤلاء الرجال الذين صنعوا هذا الزمان، زمان العزة، زمان المجد للمسلمين في بيت المقدس وفي كل مكان في غزة وفي كل مكان. سيدنا عمر بن الخطاب ما بيعملش حاجة كده وهو مش عارف بيعمل ايه. سيدنا عمر بن الخطاب يختار علقمة بن مجزز لأن النبي هو اللي اختاره صلى الله عليه وسلم. أول شهيد غريق للمسلمين كان علقمة بن مجزز. أول قائد سرية إلى فلسطين إلى إلياء كان علقمة بن مجزز. أول أمير للمسلمين في بيت المقدس كان علقمة بن مجزز. فاتح غزة
علقمة بن مجزز رضي الله عنه وأرضاه. عاد عمر بن الخطاب إلى الجابية بعد 10 أيام في بيت المقدس، ثم عاد من الجابية إلى المدينة المنورة. ماذا كان بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة إن شاء الله، حتى ألقاكم على أسوار بيت المقدس، على أسوار بيت المقدس، على أسوار بيت المقدس. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMT